أنمي كايجو نو إيت، الأنمي نزل منه الجزء التاني، وأنا بصراحة من الناس اللي تابعوا الجزء الأول ده من أول حلقة نزلت، وأحب أقول لك إن أنا كملت المانجا أصلًا من بعد تاني حلقة من كتر ما أنا شدتني الفكرة بتاعته. أنمي حلو ومميز وفكرته حلوة، بس الجزء التاني بدأ بداية كويسة هادية شوية، ناس كتير ما كانتش ممكن تبقى حباها أوي، بس الأنمي فعلًا ماشي برتم كويس وأحداثه كمان حلوة. مهما كنت شُفت أحداث عجبتك في الجزء الأول أو أحداث حصلت في ال3 حلقات اللي فاتوا، أحب أقول لك من بداية الحلقة الرابعة بما إني قاري المانجا بقى بتاعته، هي دي بداية تحوّل الأنمي ده لشكل أحلى كمان. الأنمي ده من أول الحلقة الرابعة أحداثها طبعًا قوية، وكل الناس اللي شافوا الحلقة عارفين قد إيه إن الحلقة الرابعة دي كانت أسطورية. حلقة ومعركة حلوة أوي، والمعركة أثبتت قد إيه إن الشرير بتاع الأنمي فعلًا قوي، وبقى لنا كتير أوي ما شُفناش شرير اللي هو نظام إيه، الشرير اللي من أجل الشر، الشرير من الآخر كده جاي عشان خاطر هو عايز يدمّر، عايز يسيطر، وكمان عايز يتطوّر. ودي الميزة بقى في الشرير بتاع أنمي كايجو نو إيت ده، الشرير الكايجو رقم 9، واحد من أحسن الأشرار اللي ظهروا في الأنميات الفترة الأخيرة. أنا ما عدتش عايز شرير عايز يوصل للسلام أو شرير عايز يحقق العدل، أنا عايز شرير عايز يستفاد وعايز يحقق مصالحه هو الشخصية. ومصالح الشرير بتاعنا هنا إن هو عايز يتطوّر. الشرير نسخة تقريبًا طبق الأصل من سيل من أنمي دراجون بول، نفس الظهور بتاعه. عايز أقول لك إن دراجون بول أنا شُفته من زمان أوي قبل ما يبقى في حرق اللي بيحصل دلوقتي على السوشيال ميديا، فما كنتش عارف مين الشرير في الأرك ده أصلًا. فمن ساعة ظهور سيل كان بالنسبة لي الشرير اللي هو من الآخر كده أي حد معدّي هيضربه على قفاه. تطوّره بقى اللي وصّله إنه يبقى بالنسبة لي واحد من أحسن أشرار دراجون بول. نفس الموضوع بقى في الشرير اللي موجود في كايجو نو إيت. شرير كايجو رقم 9 ده الخطة اللي عملها في الحلقة الرابعة كانت قوية، وده أثبت وقوته اللي ظهر بيها بانت قد إيه الفرق بينه وبين الشخصيات التانية. في نفس الوقت إحنا بقالنا كتير أوي ما شُفناش شرير هو اللي بيتطوّر، البطل بتاعنا خد قوة قوية وبقى قوي وبقى بيقدر إيه، وكل اللي عايزينه إن هو بس يسيطر على قوته والناس تعترف بيه. إنما الشرير بتاعنا هو اللي بيتطوّر، من أول ظهوره باين أوي إن هو واحد هيتضرب على قفاه من أي حد، بس تطوّره خلّاك متحمس تشوفه هيوصل لإيه. واللي حصل في الحلقة الرابعة مش عايز أحرقها أوي، بس إنه يسيطر على قوة وحش هو كان مخطط كل التخطيط ده عشان يسيطر على القوة دي، معنى كده إن هو فعلًا شرير. تطوّره وذكائه يخلّيك فعلًا مستمتع بيه. السبب الوحيد بس اللي ممكن ما يعجبكش في الأنمي أو ما يعجبكش في الشرير ده هو شكله، لإننا من الآخر كده اتعودنا على كل الأشرار الأمامير اللي شكلهم حلو أو اللي ستايلهم جامد والكلام ده، فأول مرة ييجي بقى شرير شكله مش حلو فبقينا إيه، جزّاعين منه مش عاجبنا. بس بجد تطوّره وشكله والأحداث اللي بيعملها في الأنمي مخلّية الأنمي في level تاني، ويمكن هو أقوى شخصية مختلفة عن كل الشخصيات اللي في الأنمي. شخصية فعلًا فيها شبه من سين شوية من دراجون بول، بس أنا استمتعت بيها جدًا. اكتب لي رأيك في الكومنتات، ولو في أنمي ما اتكلمتش عنه وعايزني أتكلم اكتب لي في الكومنت.